أهلا بيكم في سادس حلقة من بودكاست دقيقة تنقذ حياة. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن شنطة الإسعافات الأولية اللي لازم تكون موجودة في كل بيت. والنهاردة هنتكلم عن أخطاء شائعة بنعملها وإحنا فاكرين إننا بنساعد. خلينا نبدأ بسؤال مهم. تفتكر إيه أكتر حاجة ممكن تضر المصاب؟ لو فكرت في الإهمال، فخليني أقولك إن النية الطيبة مع المعلومة الغلط ممكن تكون أخطر بكتير. وإحنا جايين نتكلم النهاردة عن بعض الغلطات الشائعة اللي ناس كتير بتعملها ومفكرة إنها صح. أول غلطة: نحط معجون أو زيت على الحروق، وده أكبر غلط لأنه بيحبس الحرارة وبيزود الإصابة. الصح إننا نحط الجزء المصاب تحت مياه جارية فقط بدرجة حرارة الغرفة. تاني غلطة: ندي مصاب فاقد الوعي أكل أو شرب، وده طبعا غلط لأنه ممكن يسبب اختناق. تالت غلطة: إننا نحرك المصاب بسرعة خصوصا بعد حادث، وده ممكن يضر المصاب جدا، خصوصا لو كان في اشتباه كسر أو إصابة في العمود الفقري. هنا الحركة ممكن تعمل شلل. رابع غلطة: الزحمة جنب المصاب، ودي بتمنع الهواء وبتربك المصاب وبتأخر الإسعاف. وكل الغلطات دي خطيرة لأنها بتضيع وقت وبتزود الضرر، وأحياناً بتحول إصابة بسيطة لمشكلة كبيرة. والنصيحة اللي حابين نقولها في نهاية الحلقة: إنك ما تعملش حاجة أنت مش متأكد منها عشان ما تسبب ضرر أكبر للمصاب، وممكن تكتفي بطلب الإسعاف وتأمين المكان، وسيب الباقي للمختصين. الوعي مش إنك تعمل أي حاجة، الوعي إنك ما تعملش الغلط. استنونا بكرة في حلقة جديدة، وما تنساش تشارك الحلقة، يمكن توصل لحد محتاجها.